هي ثوره ما نجموا يصلحوها كان الجماعه اللي عملوها. نرجع شويه شو نقول المفقرين التجمعيين، وانا عمري ما خذيت بطاقه عنده ولا في حزب الدستور ولا في التجمع. اللي يعرف السوسيولوجي نتاع البلاد هذه يهبط البوزيد والتاله والقصرين والناس اللي ثارت. مفقروا التجمع هم اللي ثاروا وما دافعوش على حزب لاخر لحظه. انا مش نقول حاجه ربما اللي تنجم يكون فيها شوك للساده والسيدات المشاهدين. لو التجمع ما مشاش مع الثوره ما كانتش تنجح بالطريقه اكيد. وفي الحقائق لازم تقال اللي قاموا بالثوره هما واللي خلاو بن علي يهرب هما ثلاثه. شكون ياكد لي اليوم انه حتى من بين الشهداء رحمه الله عليهم ما فيهمش حتى واحد كانت عنده بطاقه، فما شكون يقول انه حتى البوعزيزي كانت عنده بطاقه التجمع. والثلاثه ساهموا بقصد كبير وكبير جدا في المظاهرات وفي الثوره. اذا كان التجمع بالفعل معناها كان ضد الثوره الشعبيه هذه ثوره شعبيه ما قامش بها لا حزب معين ولا التجمعين من ناس. معناها انا شكون يقول لي قالوا لي ان محمد البوعزيزي الله يرحمه كان عنده معناها بطاقه في التجمع. انا هذا مهم باش نعرفوه. الناس هذوما استغلوا حادثة بسيطة معزولة تنم عن ضعف شخصية أحد الشبان ووجوده تحت تأثير حالة نفسية سيئة. استغلوا الضعف النفسي هذا للشاب لكي يركبوا على الأحداث، لكي يوظفوا هذه الحادثة إعلاميا وسياسيا ولكي ينصبوا أنفسهم حماة للشعب التونسي وحماة لمشاغل الشعب التونسي. مفقروا التجمع هم اللي ثاروا وما دافعوش على حزب لاخر لحظة. بعد ما شفنا اهتمام سيادة الرئيس بالحالات الاجتماعية اللي صارت في سيدي بوزيد، بعد ما شفنا زيارة سيادة الرئيس إلى المواطن محمد البوعزيزي اللي حاول قتل نفسه حرقا في سيدي بوزيد في الأسبوع الماضي، بعد ما شفنا كل هذا الكلام، بعد ما شفنا كل رحابة الصدر، اجتمعنا اليوم في دار التجمع الدستوري الديمقراطي مسيرة التغيير والحزب المطلع بأعباء الحكم في تونس. اليوم سيادة الرئيس العابدين بن علي أعطى درس في رحابة الصدر، أعطى درس في قوة التأثير، أعطى درس لكل التونسيين اللي هو وحده الأب الحنون لأبنائه، أبناء الشعب التونسي، أب حنون يحتوي أخطاء أبنائه ويحتوي انزلاقات أبنائه اللي مسؤولة ويحتوي الأزمات اللي يمكن أن يبثها أيا كان في تونس لغايات رخيصة، لغايات سياسوية ضيقة. وفي الحقائق لازم تقال اللي قاموا بالثورة هما واللي خلاو بن علي يهرب هما ثلاثة. يرحم والديك يا قارية توانسة راني فهمتكم وعارفينك يا سيد الرئيس. انت ماكش معناها كانت تجيك حكايات غالطة، لكن توك فوقت برجولية برافو ونقول لك راك بابانا ورانا نحبوك وماناش ضدك. يخاف على تونس خطاب خطاب مش يوضح، هو يخاف على تونس من قبل، اما خطاب اليوم فريمون شيء كبير. ليه يعملون هكا يقولنا لاباس علينا امورنا واضحه، تونس لاباس عليها في امن وامان، يعملون هكا حزونا في كل شيء. هي ثوره ما نجموا يصلحوها كان الجماعه اللي عملوها. اذا كان ثم شكون قاعد يدافع على الثوره وعلى مستحقاتها هي الحكومه هذه، والباقي الكل ما يحبوا يركبوا عليها الثوره، وما دامنا موجودين ما نخليهمش.